السلام عليكم. تحية طيبة لجميع التلاميذ والتلميذات، كنتمنى كلكم تكونوا بخير إن شاء الله. معكم الأستاذ بدر أمغران، أستاذ مادة التاريخ والجغرافيا. إذا دائما في إطار مساعدة التلاميذ الامتحان الإشهادي، يعني سواء تلاميذ أولى بكالوريا أو ثانية بكالوريا آداب. آه، سوف أعمل إن شاء الله اليوم على الإجابة على الفرد الأول لمادة التاريخ والجغرافيا للسنة أولى بكالوريا، خاصة الدرس الأول ديال التحولات والدرس الثاني ديال التنمية. حتى الناس اللي ما عندهمش يعني هاد الدروس هادو يحاولوا يتبعوا معايا هاد الفيديو هذا، اللي ان شاء الله غادي نصحح فيه الفرد الاول اللي درت مع التلاميذ ديالي، وغادي تشوفوا وتعلموا الطريقه باش تولوا نتوما تجاوبوا. صافي، يلا مشينا. قبل ما نمشيو، الله يرضي عليكم ما تنساوش تابونوا عندي في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، خاصه التلاميذ ديال اولى بكالوريا علوم رياضيه واقتصاديه وتجريبيه، حتى الثانيه بكالوريا اداب، باش يتعلموا وياخذوا الجانب المنهجي ديال الماده. ثانيا يفهموا الدروس ديالهم مزيان. صافي، وهذا الشيء دائما في اطار المدرسه ديال امغران سكول ان شاء الله. جيد، اذا راهي لاباج تاعي فيسبوك ديال النجمه 6، ما نسيتكمش دخلوا لاباج فيسبوك وديروا ليها جيم، بارطاجيو مع الاخوان ديالكم. الناس ديال انستغرام راه هو امغران بدر. ايوا، والناس اللي كيشوفوني دابا مرحبا بكم عندي، وكنتمنى هذا المحتوى تاعي يروق الانتباه ديالكم ويصحح المغالطات اللي عندكم على الماده. اذا على بركه الله نبداو. اذا هذا هو الفرض، هذا هو الفرض اللي عطيت للتلاميذ ديالي. اذا لاحظوا معي، فرض كتابي رقم 1 بالأسدس الأول. في ظل هاد الظروف تاع كورونا اللي كنعيشوا دابا، اضطرينا أنه نديروا درس الفرض الأول، يعني درس الأول في التاريخ، درس الأول في الجغرافيا، ونديروا الفرض الأول. إذا لاحظوا معي، إذا امتحان في مادة الاجتماعيات أو في مادة التاريخ والجغرافيا في الثانوي التأهيلي ينقسم إلى اختبارين أساسيين. الاختبار الأول هو الاشتغال على الوثائق، في شحال فيه من نقطة؟ في 10 النقاط. ثم الاختبار الثاني هو السؤال المقالي، حتى هو في 10 النقاط. وهنا ممكن بحال دابا في هذا الامتحان الفرد هذا في الاشتغال الوثائقي في مادة التاريخ والمقالة في الجغرافيا، أو ممكن الأستاذ ديالكم يدير لكم العكس. صافي، لكن الطريقة اللي طرحت بها الأسئلة هنايا راه هي نفس الطريقة اللي كتحطوا بها الأسئلة في الامتحان الجهوي. اذا الله يرضي عليكم خاصكم تكونوا ملمين بالاجابه على طبيعه هذه الاسئله هذو، حيت هما نفسهم اللي كيتحطوا في الامتحان الجهوي، خاصه الا كان عندك شي الوثائق ماده التاريخ. ان شاء الله في امتحانات مقبله غنديروا الوثائق في ماده الجغرافيا باش نشوفوا الاسئله كطرحوا في ماده الجغرافيا ايضا في الوثائق. ثم غادي نوصلوا للسؤال المقالي، حتى هو غادي نجاوبوا عليه ان شاء الله. صافي، اذا اول حاجه خاص يديرها التلميذ نهار الفرض، اول حاجه الله يرضي عليكم اشنو هو؟ تقراو الوثائق اللي قدامكم مزيان، قراوها، شوفوا الاسئله اللي عطاكم الاستاذ ديالكم، وشوفوا المطلوب. شنو هو الدرس اللي حط فيه الاستاذ الفرد؟ شنو هو الدرس الاستاذ اللي حط فيه الاشتغال على الوثائق؟ صافي، هذه اول حاجه. ثم كنمشي كنقلب على الاسئله انا اللي جاوني ساهلين، يعني غير من عيني غنفهمهم، يعني بحال مثلا السياق التاريخي عارفه، بحال مثلا المصطلحات حافظهم، بحال مثلا السؤال الخامس انطلاقا مكتسبات اكتب فقره قصيره، حافظوا ضابطوا مزيان. الاسئله الاخرين كلهم من الوثائق، يعني غادي نمشي للوثيقه غنقرا الوثائق مزيان الله يرضي عليكم. اذا الجدول الاول نقراه مزيان، ثم الوثيقه 2، ثم الوثيقه 3، ثم الوثيقه 4. ملي كنقراهم مزيان وكنضبط داكشي الامور ديالي مزيان، حدايا واحد ورقه الوثائق قدامي كندير فيها يعني رؤوس اقلام. اذا كنمشي، اذا كما شفتوا هنايا، اذا بديت بالوثيقه الاولى قريتها مزيان، الوثيقه الثانيه حتى هي قريتها مزيان، الوثيقه الثالثه حتى هي قريتها مزيان، الوثيقه الرابعه حتى هي قريتها مزيان. اذا غادي نجي نشوف السؤال الاول اللي مطلوب مني. اذا السؤال الاول طلع اللي عطاني الاستاذ هو السياق، هو ضع الوثائق الاربعه في سياقها التاريخي. اذا شحال من نقطه كاين عندي في هذا السؤال هذا؟ عندي في نقطه واحده. اشنا هو السياق التاريخي للوثائق؟
اذا هنا قال لك لي الوثائق يعني بصفه عامه، اذا غدير الزمان المكان الموضوع. كاين بعض الاخوان يقول لي استاذ هذا هو الاطار التاريخي، نقول له نعم، لان السياق هو خاص بالحدث فقط. صافي. اذا هنا اللي قال لك استاذ السياق التاريخي ديال الوثائق الاربعه، يعني جمعها لك، يعني انا غندير الزمان ثم المكان ثم الموضوع على شكل عوارض في الوسخ ديالك، ومن بعد غتحولوا الى فقره حسب الاستاذ تاعك واش كيطلبها منك ولا لا. الا ما كانش دير على شكل عوارض الزمان المكان الموضوع. صافي. نشوفوا الجواب ديال السؤال الاول. انا اللي خليكم اللي ما كيعرفش يحولها شكل فقره ياخذ هاد الطريقه هذه اللي درت انا، هاد الشيء اللي بالكحل يعقل عليه ويحاول انه ينقلو عنده او اللي يحفظه، ومن بعد ولا تعمروا بهذه الطريقه هذه كما درت. صافي. اذا لاحظوا معي، يندرج السياق التاريخي للوثائق ضمن تاريخ اوروبا خلال القرن 19، وتتحدث حول موضوع التحولات الاجتماعيه والاقتصاديه. صافي. اذا انا جاوبت على السياق التاريخي ديالي وخديت النقطه الاولى. صافي. جيد. نمشي نشوف السؤال الثاني. اذا السؤال الثاني طلب مني الاستاذ هو انني نشرح ليه هاد المصطلحات هادو، شنو هي التحولات التقنيه، شنو هي الراسماليه الماليه، شنو هي الفكر الاشتراكي، ثم شنو هو الحركه العماليه. عفوا. نمشيو نجاوبوا على كل وحده على حده. اذا هاد المصطلحات هادو قبل كل شيء هما في اطار المرجعي. اذا الله يرضي عليكم حاولوا تحفظوا، الناس اللي كيبريباريو الجهوي حاولوا تحفظوا المصطلحات تاع الاطار المرجعي، هما اللي تحفظوا بزاف حيت هما اللي كتحطوا في الامتحان الجهوي. والله يرضي عليكم اللي ما عرفهمش يمشي لا فيديو ديال المصطلح الاطار المرجعي راه كاين في القناه تاعي يوتيوب، وسيروا خذوهم وحفظوهم او لا راجعوهم. واللي ما عارفش يتواصل معايا في لاباج فيسبوك ونصيفطهم ليه بي دي اف. صافي. شكرا. وما تنسوش خليو لي تعاليق في اسفل الفيديو على الفيديوهات اللي بغيتو ندير لكم مقبله، شي موضوع نهضر فيه ولا شي حاجه. جيد. اذا نمشي نجاوب على هذه المصطلحات هذو. اذا التحولات التقنيه هي مختلف الاختراعات التقنيه التي عرفها القرن التاسع عشر والتي ساهمت في تطوير الاقتصاد الاوروبي خلال القرن 19 مما ادى الى تعزيز النظام الراسمالي. إذا جاوبت على السؤال على المصطلح الأول. المصطلح الثاني الرأسمالية المالية هي مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية بانتقال الأبناق من وظيفة إيداع الأموال إلى المساهمة في الاستثمار في مختلف مجالات اقتصادية تميزت بظهور شركات مجهولة الاسم والهولدينج. المصطلح الثالث الفكر الاشتراكي هو فكر ظهر خلال القرن 19 نتيجة تناقضات المجتمع الرأسمالي دعا الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ونبذ الفوارق بين الطبقات الاجتماعية. أخيرا المصطلح الثالث اللي هو الحركة العمالية، وهي تنظيمات عمالية ظهرت خلال القرن 19 للدفاع عن حقوق العمال ضدا على الاستغلال البرجوازي الرأسمالي. إذا شحال من نقطة عندي في المصطلحات؟ جوج النقاط. إذا شحال وصلت دابا النقاط؟ 3 النقاط. والله يرضي عليكم جاوبوا بنفس الطريقة اللي درت أنا. شوفوا الترتيب، شوفوا النظام والخط يعني يكون واضح الله يرضي عليكم، وباش تتلموا صحيح يعني تعجبوا الورقه تاعكم ويعطيكم النقط. صافي. جيد. نمشيو السؤال 3. اذا السؤال 3 قال لي الاستاذ استخرج من الوثائق. يعني اشنو غندير؟ يعني خاصني نقرا الوثائق. اذا شفتوا السؤال الف على الوثيقه الاولى غنستخرجوا من الوثيقه الاولى، السؤال باء من الوثيقه 2، والسؤال جيم هو من الوثيقة 3 والوثيقة 4. جيد. إذا أنا مني غادي نقرأ الأسئلة. إذا السؤال الأول صف تطور توزيع السكان حسب وسط الإقامة بألمانيا خلال القرن 19. أتونسيون، هنا طالب مني جوج أسئلة. السؤال الأول كيسالي هنا، ها هو السؤال الثاني فسر يعني من عقلك، يعني الأسباب. صافي. الأسباب عقل عليها، هذا جيبها من راسك هذه. ثم الوثيقة 2 السؤال هو التحولات التي عرفها القطاع الصناعي بأوروبا خلال القرن 19. غنستخرج الجواب من الوثيقة 2. ثم الوثيقة 3 الجوانب السلبية والإيجابية لاستخدام الآلة في القطاع الناتج. إذا الوثيقة 3 و 4 هذا السؤال هذا. صافي. إذا الله يرضي عليكم ما تنساوش باش تبغيو تجاوبوا دائما رجع لي هذا السؤال هذا. إذا التحولات التي عرفها كذا وكذا كذا هي، وجاوب على شكل عوارض الله يخليكم.
داكشي يكون منظم. اي حاجه خرجتها كتب على شكل عوارض. كاين اللي غيقول لك استاذ انا غندير على شكل فقره، يو قبال انا كنهضر على الجانب التنظيمي للورقه. صافي نمشيو نشوفوا الاجوبه. اذا بالنسبه للالف غنجاوب بهذه الطريقه هذه. علاش ما درتش عوارض؟ حيت هنا غادي نوصف بعينيه اشنو كاين في الجدول. نلاحظ من خلال الجدول ان ساكنه الارياف بالمانيا كانت اكثر من ساكنه المدن خلال القرن 19، لكن مع مطلع القرن العشرين ارتفع النمو الحضري بالمانيا على حساب ساكنه الارياف. هنا ثالث السؤال ديال الصيف. هنا من عقلي السبب فسر، وهذا بسبب الهجرة القروية إلى المدن التي تأثرت بالثورة الصناعية، مما أدى لظهور المصانع الكبرى وتشكيل الطبقة العمالية بالمدن. هاي نقطة. نعاود نقرأ السؤال باء. هو التحولات التي عرفها القطاع الصناعي بأوروبا خلال القرن 19. إذا باء. أنا نرجع السؤال. التحولات التي عرفها القطاع الصناعي بأوروبا خلال القرن 19 هي بروز المؤسسات الصناعية الكبرى إلى تجمع وسائل الإنتاج وتنويعها، استخدام الآلة القادرة على إنجاز الأعمال المعقدة والشاقة، استبدال الطاقة العضلية ذات المردودية المحدودة بطاقات آلية متجددة كالطاقة البخارية والكهربائية. ثم العرض الأخرى تجميع عدد كبير من العمال وتكليفهم بإنجاز مهام محددة داخل منظمة عمل محكمة التنظيم. عفوا. السؤال جيم. نعاود ثاني السؤال نفس الشيء وكندير الجوانب الإيجابية لاستخدام الآلة في قطاع النسيج كذا وكذا وكذا، راه جاوبت عليها. والسؤال الآخر يعني السؤال الآخر ها هو الجوانب السلبية، راه في نفس السؤال يعني نص ها هو الجوانب السلبية. صافي. إذا الجوانب السلبية لاستخدام الآلة في قطاع النسيج هي بسبب استخدام الآلة تقلص عدد العمال الحرفيين، حيث عمل 30 عامل أصبح تقوم به آلة واحدة. عرض أخرى طول ساعات العمل ما بين 16-17 ساعة وقوفا. تشغيل أطفال صغار السن، يعيش العمال أوضاع مزرية كسوء التغذية والملابس الرثة والتعب والبؤس. صافي. إذا الله يرضي عليكم جاوبوا لي بهذه الطريقة هذه الطريقة اللي جاوبوا بها في استخراج من الوثائق. صافي. تعلموا تجاوبوا بهذه الطريقة وحاولوا تجيبوا 8 نقاط على الأقل في الاشتغال على الوثائق. علاش؟ حيت كتنقلوا غير من الوثيقة. أنا غنوريكم واحد السؤال آخر فيه 2 النقاط. ها هو قال لك الفكرة العامة للوثائق 4. شحال من فكرة عامة غدير؟ وحدة ماشي 4. الله يرضي عليكم وحدة. غادي نمشي نلقى الوثائق ب4 وغادي نقاد فكرة عامة أولا عصارة ديالها أولا أجي عارفك معكاز، عارفك نتيا معكازة ما تقدروش تقراو وديروا. انا نوريكم واحد الخطه جهنميه، واحد اللعيبه زوينه وعقليه عليها. صافي. ياك سيدي كل سؤال من هذه الاسئله كيدوي على وثيقه، ياك هذا على السؤال على الوثيقه الاولى، هذا على الوثيقه الثانيه، هذا على الوثيقه الثالثه والرابعه. اسيدي جمع لي هادو وصوب لي منهم واحد سطيره ولا سطر ونص، ياك وذكر فيه الزمن وجي وكتبوه هنايا. صافي. اذا من هنا كنصوب الفكره العامه للوثائق. لكن قبل ما كان نبدا نكتب داكشي اللي صوبت، خاصني ندير واحد الدخله اللي هي هي اللي بالزرق. حفظوها الله يرضي عليكم وقولوها عندكم، مهمه. تتمحور الفكره العامه للوثائق حول عقلوا على هذه. اذا تتمحور الفكره العامه للوثائق حول مظاهر التحولات الصناعيه وآثارها على التحولات الاجتماعية بأوروبا الرأسمالية خلال القرن 19. إذن هذه الفكرة العامة للوثائق. صافي. أنا استنتجتها انطلاقا من نقلة الوثائق ب4. شحال من نقطة؟ 2 النقاط. شحال وصلت دابا؟ 8 النقاط. مزيان. بقى لي دابا واحد السؤال فيه الحفاظة. دابا إلا كنت أنا حافظ غادي نجاوب وغادي نجيب 10 على 10 في الاشتغال على الوثائق. تخيل هادشي اللي بغيت منكم انايا. انا بغيتكم الاشتغال على الوثائق تجيبوا فيها 10 على 10 والنقاط حتى الا كنتو تضيعوا شي نقاط تضيعوهم في المقالة، ولكن هادو تجيبوا 10 يعني الماكسيمو، يعني المينيمو تجيبوا 17. انا نوريكم علاش. يلا. اذا انطلاقا من مكتسباتك اكتب فقرة. هو طلب منك فقرة توضح فيها مظاهر التحولات الاجتماعية في اوروبا خلال القرن 19. لاحظوا معي
انا كتبت الفقره ها هي. لاحظوا شوف باش بديت بالفعل. ها هو. اذا تعددت مظاهر التحول الاجتماعي في اوروبا خلال القرن 19، حيث عرفت اوروبا نموا ديموغرافيا سريعا يتجلى ذلك في ارتفاع الولادات مقابل انخفاض معدل الوفيات، ادى الى انفجار ديموغرافي بسبب تحسن المستوى المعيشي والصحي. كما ارتفعت نسبة التمدين حيث التحول الحضاري نتيجة ارتفاع نسبة الساكنة الحضرية على حساب تراجع نسبة السكان القرويين بسبب الهجرة نحو المدن وارتفاع التكاثر الطبيعي، وبسبب تطور المدن حيث أصبحت مراكز استقطاب كمثال مدينة لندن، وصولا لظهور طبقتين اجتماعيتين متناقضتين هما الطبقة البرجوازية وهي الطبقة الغنية التي تمتلك وسائل الإنتاج وتتحكم في رؤوس الأموال، والطبقة العمالية أو البروليتاريا التي عانت من تأزم أوضاعها الاجتماعية بالمدن نتيجة للاستغلال الرأسمالي، والذي تجلى في انخفاض الأجور وظهور ساعات العمل وطول ساعات العمل صافي. إذا هنا كنسالي وكنربح عشرات النقاط ديالي كاملة مكمولة. ها هي فقرة امور واضحه دابا، تبارك الله عليكم. اذا لحد الساعه بغيتكم هاد 10 النقاط تجيبوها كامله، الله يرضي عليكم. اي استاذ كيف ما كان كيحترم الاطار المرجعي، راه هادو هما الاسئله كيتحطوا في الاشتغال على الوثائق في ماده التاريخ. كنقول على الاشتغال على الوثائق في ماده التاريخ صافي. يلا نمشيو دابا للمقاله، نعلمكم كيفاش تكتبوا مقاله. كلشي تعلموا معايا في المقاله. اذا المقاله ها هي. اذا يعتبر تحقيق التنمية البشرية هدفا تسعى كل البلدان لتحقيقه، وهي تضمن أولويات سياسية، وهي ضمن الأولويات السياسية العمومية بالمغرب. اكتب موضوعا مقالي يتضمن من الآتي: مفهوم التنمية البشرية ومؤشر قياسها، المقاربات المرتبطة بالتنمية، تقسيم دول العالم وفق خارطة التنمية البشرية والاقتصادية. صافي. إذا نمشيو على بركة الله. أول حاجة بغيتكم تعرفوا كيفاش دوك 10 النقاط، ها هما هاي 10 النقاط، كيفاش هاد 10 النقاط كتقسم في المقاله، وكيفاش انت ما كتجاوب كتقول او الاستاذ كاع ما عطاني على 10 على 10 وانا درت ليه وفعلت ليه وتركت ليه وما عطانيش 10 على 10 ديالي. ايوا اجي نوريك فين النقاط كيضيعوا لك. وهذا الشيء هذا ماشي انا الاستاذ بدر امغرا اللي كنحطو، ماشي الاستاذ فلان فلاني ولا الاستاذ اكس هو اللي كيحطو، لا، هذا الشيء كاين في الاطار المرجعي المنظم الامتحان الجهوي صافي، وحتى الامتحان الوطني بالنسبه للادب صافي. اذا اول حاجه المقدمه مناسبه، تحديد اهميه الموضوع وطرح اشكاليات وتساؤلات جيده. اذا عندك هنا المنهجيه المنهجيه والمقدمه والعرض والخاتمه كلشي مضبوط ومكتوب زوين وكذا وكذا، يا كتربح شت النقاط ديالك. هذا الجانب المنهجي. الجانب المعرفي، الحفاظه شحال فيها 7 ديال النقاط. هي لاحظ معايا. اذا الجانب المنهجي فيه المقدمه مناسبه، فيه وضوح ومنطق التصميم، فيه خاتمه مناسبه. جوج النقاط ها 7 النقاط. لاحظوا معايا 7 النقاط. هي الحفاظه فيها 7 النقاط، شفتوها؟ انتقاء الكلمات بشكل يعني دقيق، صحة المعلومات، تنوع المعلومات الجغرافية صافي، واخيرا التعبير واللغة والخط في نقطة واحدة صافي. تبارك الله عليكم. نمشيو للمقالة. هي المقالة، لاحظوا معي. خليتو حتى ملي كنشد ديك الورقة البيضاء، انا اضطريت ندير لكم يعني التصحيح ديال الفرد في الباوربوينت باش يبان داكشي زوين ومقاد، ما بغيتش نديرو في ورقة وداكشي يجي معربز، وهذا هكا كيجي داكشي زوين ومقاد وباين. اذا الله يرضي عليكم غتشد الورقه ديال الامتحان ديالي. اول حاجه نبغي نبدا هذا المقاله بلا ما نكتب المقدمه العرض الخاتمه صافي يا صاحبي. غتجي غدير، لاحظوا معايا، المربع الاول، المربع الثاني، المربع الثالث. نبدا. تعتبر التنميه انها تطورات والتغيرات التي يعرفها بلد معين في المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. جيده. هي مقدمه عاود بدلتها درت ديالي، او من الاسئله اللي عطاني الاستاذ ها هما كندير مع شكل عوارض ها هما صافي. كنجي كنقص سطر اذا غادي نقص سطر ما بين المقدمه والعرض وما بين العرض والخاتمه، نقص سطر صافي باش داكشي يجي زوين. اذا السؤال الاول طلبوه مني ها هو السؤال الاول: مفهوم التنميه البشريه ومؤشر قياسها. نفس الشيء اللي درت في السطر الاول في المقدمه والسطر الاول في العرض، تا هو خليت 3 مربعات، والسطر الاول في الخاتمه تا خليت 3 مربعات صافي.
اذا ها هو السؤال الاول جاوبت عليه، كندير نقطه، كنرجع للسطر نبدا الفعل، نجاوب على السؤال الثاني المقاربات ها هو صافي. ثم السؤال الثالث ها هو كامل صافي. هي المقاله تاعي صاوبتها. كنقص السطر، كنجي هنايا وكندير الخاتمه ديالي حتى هي نفس الشيء، 1 2 3 ونبدا الخاتمه تاعي، كندير فيها خلاصه ديال داكشي اللي ناقشتو في العرض. اذا الله يخليكم بغيتكم تكتبوا بهذه الطريقه هذه، بهذه الطريقه هذه بغيتكم تكتبوا. الله يرضي عليكم في الفروض ديالكم، الفروض الثانيه اللي جايه ان شاء الله، او لا في الامتحان الجهوي ان شاء الله. الله يسهل عليكم كاملين صافي. وقول امين، تيقولي امين انتيا مزيان. يلا اذا هنا اتي الى نهايه هذا الفيديو هذا. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان كيفاش تجاوبوا على الفروض، خاصه الفرد الجاي اللي عندكم ان شاء الله، سواء انت او لا انتيا صافي. وبغيتكم تجيبوا مزيان وردوا عليا الله يرضي عليكم واش استفدتوا من هذا الفيديو، من هذا الفيديو هذه او لا. ما تنساوش الله يخليكم يعني تفعلوا الجرس وتابوناو وتبارطاجيو مع الاخوان ديالكم. كاينين الناس بزاف اللي محتاجين اللي يساعدوا في ماده الاجتماعيات، وهي كنقولها كنعاودها راه ماشي ماده غير ديال الحفظ، لا هي ماده ديال الفهم اولا ثم الحفظ صافي. والله يرضي عليكم الجانب المنهجي ضبطوه حتى هو مزيان. اي سؤال اي ملاحظه مرحبا بكم، خليوا لي في كومونتير اسفل الفيديو. وشكرا الى